تشاهدون في رمضان أحد أقوى المسلسلات اليمنية لعام 2023 في شهر رمضان المبارك. ولكن قبل البدء أتمنى الاشتراك في القناة وتدمير زر اللايك حتى يصل إلى أكبر عدد من اللايكات. في الفيديو السابق تكلمنا عن مسلسل الفنان صلاح الوافي وشرحنا فيه جميع تفاصيل هذا المسلسل. الفنان فهد القرني بعد غياب طويل لم يلتقي به الفنان صلاح الوافي، وأيضا الفنان سمير قحطان، والفنانة شيماء محمد، وأيضا الفنان حسن الجماعي. مسلسل أرزاق سيعرض هذا العام 2023 في شهر رمضان المبارك على قناة يمن شباب. أما في هذا الفيديو سنتحدث عن مسلسل نجم الكوميديا الأول الفنان محمد قحطان، والذي سيعرض هذا العام في رمضان على قناة المهرية. إلى الآن لم يتم الكشف عن اسم المسلسل، ولكن المسلسل يتم تصويره حاليا في جمهورية مصر القاهرة. هذا كما نشر الفنان كمال طماح قائلا: برفقة أولادي إلى جمهورية مصر العربية لعمل درامي رمضاني من إنتاج شركة النبيل، والذي سيعرض على قناة المهرية. المسلسل سيكون من بطولة نجمي الكوميديا الفنان محمد قحطان والفنان نبيل الآنسي، وأيضا الفنانة سالي حمادة، ومن بطولة أيضا الفنانة هديل مانع التي اشتهرت مؤخرا بمسلسل ربيع المخاء، وأيضا الفنانة رغد المالكي، والفنان حسن الجماعي، وغيرهم من نجوم الدراما اليمنية. المسلسل من إخراج المخرج المصري مخرج مسلسل عيال المرحوم المخرج معتز حسام، من إنتاج شركة النبيل لصاحبها خالد المرولة. المسلسل سيكون للكاتب والسيناريو محمد صالح الحبيشي، كاتب مسلسل مع ورور ومسلسل كيني ميني والعديد من مسلسلات اليمن. انتظرونا في الفيديو القادم والذي سوف نكشف لكم تفاصيل أكثر عن هذا المسلسل، أحد أقوى المسلسلات لهذا العام، والذي سوف يعرض في رمضان 2023 على قناة المهري. انتظرونا أيضا في فيديو قادم سوف نكشف لكم المزيد من المسلسلات اليمنية التي سوف تعرض هذا العام في رمضان. وفي الأخير أتمنى منكم الاشتراك في القناة، والمشتركون سابقا أن يقوموا بإلغاء الاشتراك وتفعيله مرة أخرى حتى يصلهم جميع الإشعارات. لا تنسوا أيضا تدمير زر اللايك لنصل إلى أكبر عدد من اللايكات.